جديد من برنامجكم ستار كيدز، البرنامج اللي تعودتوا تشوفوا فيه عديد من مواهب الأطفال اللي تعرفنا عليهم، شخصياتهم، طموحاتهم وأحلامهم، وشاركنا معاهم مواهبهم. موهبتنا لنهار اليوم هي الطفلة حفصة ليليا. حفصة اختارت انها تكون كاتبة ولقبت بأصغر كاتبة في الجزائر. باش نتعرفوا عليها أكثر، شخصية، طموحاتها وأحلامها وأكيد محيطها، هيا معنا مع بعض نتعرفوا عليها ونشاركوا مع بعض موهبتها. أنا اسمي حفصة ليليا بوخداش، عمري 12 سنة، أدرس السنة الثانية متوسط بمدرسة مولود قاسم نايف بالقاسم، وأعتبر أصغر كاتبة بالجزائر، صاحبة كتابين أولهما وميض الحلم والثاني عوات الرياح. كذلك صانعة محتوى في اليوتيوب عنوانه حفصة توب. بدايتي كانت كنت صغيرة 4 سنين ونص. بديت من أحيانا كنت نمد كلمات هكا وشغل نمد مقاطع قصيرة من الخواطر، وشجعتني أمي كذلك حتى أبدأ حين سمعت تلك الخاطرة تخبرني أن أكتبه وأدونه. اكتشفت موهبة حفصة ليليا عندما كانت صغيرة 4 سنوات. اكتشفتها باللي عندها فصاحة اللسان. الإلهام جاني أولا من عند الله عز وجل، ثانيا جاني الإلهام الرصيد اللغوي. كنت نقرأ القرآن الكريم، يعني كل ما أحفظ آيات جديدة تكون عندي رصيد لغوي جديد وكلمات جديدة. إضافة إلى أني أحيانا حين تأتيني فكرة خاطرة أو شيء أكتبها وأستعمل كلمة. مثلا في أحد الخواطر استعملت كلمة السديم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر كرتين هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. القرآن هو الأساس، هو اللي ينمو الإنسان في العلم، في دراسته، في كل حاجة. ما نقدروش نتوجهوا لأي حاجة إلا ما كناش القرآن هو الصح. شاركت كذلك في عدة كتب جامعة، من بينها وفي قصصهم عبرة، حيث شاركت بخاطرات تعنوان لما تكتبين. كذلك شاركت في عبق الأقوى مارين، وكانت أول مشاركاتي في الكتب الجامعة، يعني أول مرة أنشر كتابي في الكتب الجامعة، وكانت خاطرتي تحت عنوان سر النجاح. هنا يعني كانت خاطرتي تتحدث عن النجاح. كذلك وثالث كتاب جامعي شاركت فيه هو الكتاب من أجلك عشنا يا وطني، وشاركت من خلاله بخاطرات من أجلك يا خضراء. إضافة إلى أني شاركت في مجلات، من بينها مجلة ارتقاء عربية بخاطرتي تحت عنوان مكارة. الشيء اللي خلاني نحب الكتابة هو أولا كانت عندي فصاحة في اللغة العربية، وكنت نحب هذا المجال، كنت نحب التعبير ونحب نعبر باللغة العربية. ثانيا الدعم تاع الوالدين تاعي هو اللي خلاني نستمر ونحب هذا المجال. أول مشاركة لي كانت في الكتب الإلكترونية، من بينها كتاب أصبحت أماً الذي شاركت فيه في خاطر عن الأم تحت عنوان حلم تحقق. بديت نعلم فيها في المنزل ديجا حروف وطريقة الخط وكلش. وعندما كي وصلت 4 سنين خلاص ولات تعرف تكتب عادي.
نعم، كنت أصغر مشاركة في سيلة بكتابي ومن الحلم وعواتي الرياح في طبعة الفائكة. يعني الواحد يفتخر بهذا الشعور كي تكوني عندك لقب يعني أصغر كاتبة في الجزائر، يعني تمثلين الكتاب الجزائريين. نصيحتي للأطفال أنهم يقلبوا على الموهبة تاعهم، لأنه ما كاش إنسان ماشي موهوب وما كاش إنسان ما عندوش ذكاء. يعني إذا ما كانش ذكائك في اللغات يكون في الرياضيات، إذا ما كانش ذكائك في الرسم يكون في الكتابة. يعني كل إنسان ذكي وموهوب في مجال، يعني أنت فقط أبحث عن الموهبة تاعك، سي اكتب، ارسم، اكتشف، ما نباليش، سي تفاصيل وقلب على الموهبة تاعك. نوجه رسالة لبنتي حفصة، نقول لها كملي في هذا الطريق الناجح إن شاء الله، وما لازم إلى الأمام زيدي وزيدي ما أكثر، خاطر العلم والكتابة إن شاء الله تنجح في كل حاجة. هذه هي الرسالة نقولها، ما تفشليش، لازم تكون للأمام دائما. الكتابة هي الأثر الأكثر بقاء على الزمن، وهذا الشيء اللي لاحظناه وجسدته حفصة في إحدى كتبها اللي هو أواميض الحلم. مشاهدينا الكرام، كانت هذه هي موهبتنا لنهار اليوم، حفصة ليليا. تعرفنا على شخصيتها، موهبتها، طموحاتها، وأكيد محيطها. نتلاقاو في عدد جديد وموهبة جديدة وأكيد طفل جديد. سلام. مشاهدينا الكرام، مرحبا